أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله مانح القوة، والحمد لله واهب النصر، الحمد لله الذي نصر شعب السودان وجند السودان، الحمد لله الذي رفع عن كثير من أهل بلادي القهر والظلم. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المعلم والمتمم والملهم. مواطنين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير والوطن بخير. نسأل الله أن يتقبل شهداء بلادي الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وفداء لشعبه، وهم أكرم منا جميعا، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين، وعودا حميدا للأسرى والمفقودين. مواطنين الكرام، تدخل هذه الحرب التي تعيشها بلادي والتي أجعلتها ميليشيا الدقلو ومعاونيها وداعميها عامها الثالث، وقد فعلت بالوطن والمواطن أسوأ ما يمكن أن يحدث في الحروب، إن الفظائع التي ارتكبت في حق شعبنا والمرارات التي أذاقها لهم هؤلاء المجرمين، صورها وأصواتها وجراحها المتجددة تجعل الخيارات صفرية في التعامل مع هؤلاء المجرمين ومع داعميهم. وأقول لهم بصوت الشعب النازح والمهجر والذي نهبت أمواله والمحاصر والأمهات الثكالى والأطفال الأيتام والشهداء أننا لن نغفر ولن نساوم ولن نفاوض ولن ننقص عن عهدنا مع الشهداء. مواطنين الكرام، إن قواتكم المسلحة، قوات الشعب المسلحة قاف شيم ميم، قد تحقق في رحابها شعار شعب واحد جيش واحد، بل أكثر، وهي استحقت ما اسماها به الرعيل الأول، فهي من الشعب وإلى الشعب، وهو من حملها فوق جراحاته وصبر عليها فوق أحزانه وقدم لها خيرة أبنائه، فنهضت وانتصرت، انتصرت بكم وانتصرتم بها. الشكر لك شعبي الكريم، الشكر لأبناء السودان أينما كانوا، فأنتم الزاد وأنتم الوقود وأنتم أصحاب النصر وأهل الفضل والشكر، والشكر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. ولن تكتمل فرحة النصر إلا بالقضاء على آخر متمرد في آخر بقعة من السودان. شعب السودان الأبي إن طريق السلام وإنهاء الحرب ما زال مشرعا، فمعاناة أهلنا في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية وحصارهم وتدميرهم وقتلهم لهم، خاصة في الفاشر، وضرورة إشاعة السلام والطمأنينة في ربيع الوطن، كل ذلك ممكن وطريقه واضح، وهو أن تضع هذه الميليشيا السلاح أو على الباغي تدور الدوائر. مواطنين الشرفاء، وأكد لكم أن قوات الشعب المسلحة تقف من جميع المواطنين المساندين لها والمدافعين عن السودان وعن الحق على مسافة واحدة، ولا تفضيل ولا انحياز لأي جهة على حساب الآخرين. فحرب الكرامة ميزت الخبيث من الطيب والوطني من المأجور، وهنا وجب تقديم التحية والتجلة والشكر للمجموعات التي ساندت وقاتلت مع القوات النظامية بمختلف كياناتهم ومناطقهم، وخص هنا المقاتلين في شمال دارفور وكردفان على صبرهم وتحملهم الحصار، فإننا قادمون، وكذلك المقاتلين من بقية مناطق السودان ومن قبلهم شعبنا المعلم الصابر الصامد، وأن طريق النصر واضح المعالم، وخيار الشعب لن يوقفه إلا تطهير كامل السودان من ميليشيا الدقلو الإرهابية. كذلك وجب أن نقدم الشكر لأشقاء وأصدقاء السودان من الدول والمنظمات الذين عملوا مع حكومة السودان
والشعب السوداني وساندوهم ودعموهم في تثبيت وحدة وأمن واستقرار الدولة السودانية. فما زال إعادة إعمار الدولة وبنيتها التحتية يحتاج إلى جهود إضافية. أكرر شكر وتقدير شعب السودان لكم أشقاء وأصدقاء بلادي. مواطنين الأعزاء، أجدد عهد القوات المسلحة مع الشعب أن لا تراجع عن هزيمة وسحق ميليشيا الدقل الإرهابية. رغم ذلك نقول أن أبواب الوطن مفتوحة لكل من يحكم عقله ويسوب إلى الحق من الذين يحملون السلاح، فالعفو عن الحق العام ومعالجة الأمر العسكري ما زال ممكنا ومتاحا. وهنا أناشد أهلنا في مناطق سيطرة التمرد برفع أيديهم عن مساندة مشروع الدقل الاستعماري وحماية أبنائهم من الذين سيريدونهم المهالك، فالسودان الواحد الموحد أرضا وشعبا أمانة تاريخية يجب عدم التفريط فيها. ختاما أجدد التهنئة لكم شعب بلادي بعيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يتقبل صيامكم وقيامكم ومجاهداتكم، وأن يعود علينا العيد وبلادنا في أفضل حال، موحدة آمنة مطمئنة خالية من التمرد والاقتتال. الله أكبر، الله أكبر، نصر من الله وفتح قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.